تعالى اقول لك ازاي اسكندريه دي اهل الكرم. قابلت شاب فلسطيني وكان جعان قوي، قلت له معيش فلوس. قال لي انا جعان قوي ولسه جاي من غزه. قلت له خلاص هاكلك عند السوري في 45. عشان اسكندريه اهل الكرم طار من الفرحه لما سمع السوري. الفرحه بتاعته دي كلفتني تليفون، رحت جايب له سندوتش صغير، واول ما نزلت له السندوتش كان فرحان بيه قوي. قلت ازود الفرحه بتاعته واجيب له الشيف كريم. بص اختي، عشان الشاب الفلسطيني الشيف كريم دخل المكان واطمن على الخامات كلها فريش وجوده عاليه. بصينا على سندوتش الحلو قال لي مش هينفع معاه. بص على السندوتش السوري قال لي يا دوبك يكفي نصه، ما قدامناش الا حل واحد بالمتر يا ريس. الحل الوحيد عشان تاكل الشاب الفلسطيني واثبت لك الاسكندريه اهل كرم، كريم فؤاد قرر يعمل له اطول سندوتش سوري في العالم بمكونات شوال بطاطس متبل بتتبيله تنقل السندوتش في حته تانية. بعد كده بينزل بتلاجة الجبنه بطول السندوتش كله. بعد ما يخلص تلاجة الجبنه بينزل ب 15 كيلو كاتشب و3 شواله فجل. واللي ما يعرفش الفجل ده هو اللي بيخلي سندوتش السوري ده في حته تانية. هترفع باللودر وتنزل على الجريل. عشان اكرم الشاب الفلسطيني كان لازم استعين بكريم فؤاد. انا لله وانا اليه راجعون. هتصلي على حبيبك النبي ويا رب ينصر اهل غزه ويرحم شهدائهم اجمعين. الشاب الفلسطيني كان فرحان قوي وكان طاير من الفرحه. اطول سندوتش سوري في العالم. قلت اكيد مش هياكل لوحده، قلت اكل معاه. زي ما عارف اللي في ناس هيعجبهم الفيديو قوي، وزي ما عارف اللي في ناس هتنتقدني انتقاد جامد. في ناس هتقول لي انت المفروض تدعم القضيه الفلسطينيه. احب اقول لك اتفرج على الفيديوهات القديمه. احب اقول لك اللي ده اكل عيشنا، ويا رب يا رب ينصر اهل غزه، وصلى على النبي في الكومنتات.